دابا غادي نهضروا على العاده اللي كدار ليله قبل من عيد المولد النبوي الشريف. طبعا هاد العاده كيجي كل واحد اللي هو مدير داك الوعد بالذبيحه كبيره او صغيره او يعني بحال نقول لك مثلا فروج، عتروس، كبش، هذا حولي ولا تور. فهنايا كيكون اليوم اللي غادي تذبح فيه هو يوم العاده. طبعا هاد العاده شنو كيديروا فيها؟ كيدخ يعني بحال شي عرس، بحال الدفوع، بحال الهديه، بحال داك الشيء بالموسيقى بالسواكن، وكل واحد والسواكن اللي كيدير. كاين اللي كيدير هذوك الغياطه، كاين اللي كيدير بحال الهايت، كلهم سواكن. فهنايا كيشوف كل واحد كيجيب الذبيحه ديالو، كيجيب هذوك اللي غادي يلعبوا، اللي غادي يضربوا فاش يكونوا مهبطين العاده وبزاف ديال الحوايج. فهنايا كنشوف بزاف ديال الحوايج يعني غريبين عجيبين صراحه. يعني انا شفت قسما بالله، انا شفت فنانين معروفين في المغرب واللي كيمشيو وكيديروا هاد الطقوس. طبعا هما كيخفيو الملامح ديالهم، كيغطيو وجههم، كيديروا واحد السلهام بحال مثلا لابس كومبلي فيست وداك الشيء وداير سلهام ومغطي وجهه وداير الحنه في يديه. شفت عاوتاني واحد الفنانه معروفه انها حتى هي دايره لابسه تكشيطه بيضاء ودايره النقره ودايره وناقشه يديها ودايره سلهام على وجهها باش ما يبانش. وكل واحد كيدخلوا التيران، ما كيدخلش تور ولا جوج ولا ثلاثه. هذاك التور ديك الوقيته كنهضر انايا على 2003 ولا 2004. التور هذيك الساعه كيدير 3 المليون، هذا الرخيص كيدير 3 المليون. فشوف شحال ديال الفلوس كيصرفوا يعني. الا على معتقد راهم هما مآمنين به، يعني راه عارفين هما شنو كيديروا، عارفين يعني هذاك الشيء اللي كيديروه يعني راه فعال. المهم فهنا كتجي من بعد ما كيديروا هذيك العاده، صافي كل واحد كيهبط، صافي كيمشي يقول لك سير تقضى الغرض. راه انت كتمشي للحفره كتطلعهم معاك، راه انت كتمشي لعند مثلا هذاك الملك ديال الجان، وراه كتطلع معاك الخدام اللي غادي يخدموك، اللي يستروا لك، اللي غادي يديروا لك الطريق، اللي غادي يديروا لك بزاف ديال الحوايج. يعني اش غنقول لكم، شي حوايج صراحه يعني صعابين بزاف. وعندنا نشوفوا دوك صحابين ديال الطبق، الطبق فيه الحنه، فيه الورد، فيه مهم، فيه ما عرف شنو الزيتون، ما نعرف شنو فيه الماكياج، ما عرف. الطبق اللي مغطي بالحمر، الطبق اللي مغطي بالصفر، الطبق مغطي بالخضر، الطبق مغطي بالكحل، طبق كبير، طبق صغير، كلهم كيهبطوا للحفره في الشماع وفي هذه. هادشي هذا راه يعني بزاف. المهم هنا من كتسالي هاد الطقوس، فشنو كيديروا؟ كيسالي الطقوس ديال العاده. شنو كيديروا؟ تيقول لك راه حنا غادي نديروا فلانه غادي نديروا الليله، هذيك الليله كيتجمعوا فيها، كيطيبوا داك اللحم المسوس، هي هذيك اللي غادي دير الليله كتلبس واحد اللون معين، يا صفر يا خضر يا حمار يا كحال، يا المهم هي على حسب هذاك الشيء اللي موعده به، باش انها صافي غادي الا كانت غادي تخدم تشوه فطر غادي تخدمها، كانت غادي تخدم في شي حاجه اخرى. يعني داك الشيء هذا عالم بوحديته، فيه شي حوايج يعني ما كيتصدقوش. ومؤخرا ولينا كنشوفوا الدراري اللي كيكون دري، تيكون هو اصلا هو دري، ماشي يكون يعني مثلي، ما تيكونش تيكون هذا هو. كتلقاهم بزاف تماكين، كتلقاهم بزاف. و يعني تخيلوا كل شيء، الفساد، الشرك، السحر، كل شيء كاين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللي بغيت نقول لكم هو أن يعني يستحسن الناس ما يبقاوش يتيقوا أي وحدة يقول لك لا راه هذيك فلانة راه كداوي، راه هذيك فلانة عندها البركة. راه ما كاين لا بركة لا تخربيق، راه ما كاينش البركة. هذيك عندها اتصال مع الجن، ياك تمشي تخدم السحر والشعوذه، يقول لك لا ندير لك هذه البركه، لا غادي ندير لك باش اي وحده كتزوج بالقبور ما تطفروش، اي وحده دارت راجلها شي حاجه ما تطفروش، لان السحر كينقلب. علاش؟ لان هادوك كاملين دابا حتى بالنسبه لهاد الخسوف والكسوف اللي ولا كيجي بزاف، راه خصكم تعرفوا هذا حتى هو كيأثر على الصحراء وعلى الجن بصفه عامه، لانه
الشيء كامل كل شيء بامر الله. راه الله سبحانه وتعالى الى انفع يعني هذوك السحاره ما غادي يضروك ما غادي ينفعوك الا بشي حاجه راه ربي مكتبها لك. خص يكون يقين في الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه بالنسبه لنتي يقول لك لا انا راه ما كنديش انا كنمشي غير كنتفرج، راك انت ملي كتمشي تتفرج انت داخل هاد المعمعه غادي تمشي غادي تتفرج. واخا واش عارف هذاك المجمع اللي دايره فيه الحضره شنو فيه؟ راه حنا ما كنشوفوش، راه حنايا لو كنا نشوفوا داك الشيء على الواقع راه ما تهرب باميال، ولكن الله سبحانه وتعالى عطينا الحكمه اننا ما نشوفوش هذاك المنظر. ما بالك انت كتهيئ لهم الظروف يعني كدير لهم الرقص ديالهم، كدير لهم الالوان ديالهم، كلشي مجهزوا لهم باش هما ينشطوا ويفرحوا وداك الشيء. يعني صراحه هذا الشيء باقي عندنا في المغرب بزاف وكيزيد ويعني راه حتى هذا الشيء دابا اللي ولينا كنشوفوه، يعني هاد كثره الرقات وهاد كثره المعالجين الروحانيين، هذا معالج نوراني، هذا كيعالج بالطاقه، شوفوا هادو كاملين مشعوذين. النبي عليه الصلاه والسلام راه حذرنا على سحرة آخر الزمان، وحضرنا باش قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في البحر شياطين أوتقها نبي سليمان توشك أن تخرج فتقرأ على الناس القرآن. يعني كاين شي حاجة أكثر من هكا؟ راه من هو غادي يقرأ عليك القرآن تقول انت هذا راه كيف هذا راه متقي الله وهذا وراه اللي خصكم تعرفوا بأنه بزاف ديال الطلاسم وبزاف ديال التعويذات ديال الصحراء كلهم تيكون فيهم كلمات الله الحسنى. كاين آيات قرآنية. واش في خباركم بأن يعني أنا ما تنبغيش نهضر على هذا الموضوع بزاف باش الناس ما ياخذوش هذا الشيء، كاين الناس اللي غادي يمشيو يديروا هذا الشيء هذا. فكاينه واحد التعويذه اللي هي مشهوره بزاف، بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره. علاش نقولها 19 مره؟ هذه تعويذه من اخطر السحرة ديال القرن الماضي. ما بغيتش نذكر السميه ديالو علاش؟ لان باش الناس ما يبقاوش يبحثوا عليه بزاف ديال الحوايج. فهو هاد الساحر هذا كان حتى مؤلف كتب ديال السحر، وكان كيدرس على فكره لانه كان كيدرس علوم الفلك، وكان اصلا دارس في الازهر 10 سنين، يعني وحافظ لكتاب الله وحافظ القرآن. وكانت التعويذات ديالو كلها بأسماء الله الحسنى وبسم الله الرحمن الرحيم، اللي تيدخلها بواحد عدد معين، يعني أشياء راه ما يمكنش تصورها. فماشي أي واحد غادي يجي غادي يقول لك راه أنا معالج نوراني غادي تثيقه، ولا أنا معالج بالطاقة، ولا أنا معالج روحاني، وعلى فكرة حتى ذاك الرقات باش نكونوا عارفين واش كاين شي راقي يعرف بينه وبين الله. وحنا شفناهم بزاف في المغرب بزاف. تيقول ليه كاين شي كوانب كيجيب مرتو ولا ختو ولا ما نعرف شنو، يجي يقول لها انا غادي نقرا عليها وتسناو برا. شحال من واحد مارس عليها، وشحال من واحد، يعني باش تعرفوا بان هذاك هو الشيطان الكبير. هذاك اللي داير اللحيه وكيقول لك انا يا راقي، هذاك هو اللي تخاف منه، هذاك هو الشيطان الكبير. فما تثيقوش اي حاجه، ماشي اي حاجه شفتوها تثيقوها، وماشي اي واحد يضحك عليكم. يعني راه بنادم لا بغى يتغافل على كلشي باين، كلشي باين. علاش حنا كثروا عندنا هاد الويل هذا؟ علاش كثر عندنا هذا راقي فلاني، هذا كيرقد 200 درهم الساعه، هذا كيدير هادشي راه ما كاينش. مين جابوا هذا الشيء؟ واش تيتاجروا باسم الدين؟ تجي وحده تقول لك بنتي عندها ضربتها داروا ليها شي حاجه، ما تزوجتش، ما فعلتش، ما ولدتش، ما كل حاجه بامر الله، راه واخا شوف اقصى تدابير البشر غادي هذاك الشيء اللي غادي يقدر يأذيك به بني ادم، سواء كان بني ادم او من الانس او من الجن، بواحد الحاجه اللي ربي سبحانه وتعالى قسمها لك. خص الايمان يكون قوي. نتمنوا الله يهديهم. وحاجه واحده اخرى، باش حنا كنشوفوا مثلا والي جهه معينه كيمشي ما نعرف هذا يمشي يدير هذاك شي تخربيقه، كيمشي بحال اللي راه كنتو شفتو، كيمشي لسيدي عبد الله ما نعرف شكون، سيدي عبد الرحمن ما نعرف شكون. يعني هادشي هذا الدوله باغا تبقى بنادم بحال هكا جاهل، بنادم ما عارفش يبقى، فهمتيني؟
في دار غفلون وباقي كيتيق الخزعبلات وباقي ولهذا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لأن فعلا هذا الشيء خطير بزاف. لأن حتى مسألة ديال تغول الشياطين في هذا الزمان يعني راه جايه عن طريق مدارس علوم الطاقه، العلاج الروحاني، العلاج بطاقه الكون، دي كلها انا كما قلت لكم كلها مسميات عويد شيطانيه. فما تيقوش اي وحده كتدي تصويرتها ولا كتدي تصوير ولدها ولا كتدي عند شي شوافه ولا كتدي عند شي معالج ولا كتدي عند راه كنتي دخلتيه في واحد العالم ما غاديش يخرج منه. علاش؟ لانه انت ملي كتجي كتحطي الصوره، انا باش عرفت انا هذاك شنو كيدير في ديك التصويره، راه يمشي هو يسحر ليك اصلا. ما كاينش علاج بالصوره، كاين علاج بالقران. تعالجي واش بنادم ما كيعرفش يقرا القران، يقرا القران على راسه. راه سوره البقره راه حرز من الشيطان، راه بزاف ديال الحوايج كاين في القران، ولكن للاسف حنا عندنا الجهل بزاف، عندنا الجهل يعني تنتقدموا في شي حوايج وكنرجعوا في شي حوايج اللور بزاف. وهذا الشيء راه تيأثر على كل الاجيال كذبه كذاب يعني. والدليل هو ان المواسم ما بغاش تسالي نهائيا يعني. كل عام كيزيدوا فيها يعني بحال دابا مثلا هاد الموسم ديال سيدي علي. علاش؟ شنو الهدف منه؟ اللي الناس اللي جايين ما نعرف منين، من كازا المكناس، اللي جايين ما نعرف من مراكش، اللي جايين من طنجة، اللي جايين. علاش؟ شنو الهدف من هذا الشيء؟ حنا كنعرفوا بان المغرب عنده تاريخ ديال هذا الشيء، عنده تاريخ ديال محكمه الجن، وعنده تاريخ في هذا الشيء هذا، وكانوا في الروايات وكاين في الاساطير المغربيه. ولكن راه هذا الشيء دابا اللي ولينا كنشوفوه دابا حاليا راه خرج على السيطره. ما كنعرفوا واش مخطط، ما عرفناهش شنو. لان حتى باش دري استغفر الله العظيم، دري يتزوج بدري وحنايا يعني في دوله اسلاميه، هذا راه منكر، راه بزاف هذا الشيء، والله بزاف يعني هذا الشيء هذا راه كنشوفوا انايا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي بغيت نقول لكم هو ان ماشي اي واحد كيقول لكم راه انا كنعالج بالقران تيقوه، ماشي اي واحد يقول لكم راه عندكم هكا وهكا لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، بان الله سبحانه وتعالى من تسحر الرسول عليه الصلاه والسلام فنزلت سوره الفلق وسوره الناس، راه هي علاج. كاين بزاف الانسان بزاف الطرق بالقران انه يعالج راسه. سوره البقره هي حرز من الشيطان، قراءتها بركه، اللي خلاها ما قراهاش راه البيت ديالو كيكون بحال القبر. فنسال الله السلامه للجميع والله يهدي الجميع، ونتمنى ان شاء الله يتحيد هذا الشيء، لانه احنا في هذا القرن هذا وحنا باقا كنعيشوا في هذه المهزله.